ايه افضل الملامح اللي اشوفها في شريك الحياه واختاره على اساس الملامح دي، واعرفه كده من النظره الاولى، او ايه افضل الملامح؟ يعني عايزه اختار شريك حياتي، ايه الملامح بقى المفضله بالنسبه لي عشان اختار؟ طيب بصي، خلينا يعني عشان برضو النقطه دي، ده سؤال يمكن بيجي لي كتير قوي. اتفضل. ايه الاسس اللي انا ابدا اختار على شريك حياتي من خلال علم الفراسه؟ انا بفضل ان انا ابعد دايما عن الجزء ده، ولكن هو اوريدي في ملامح او في اشكال هندسيه للوجه بتقول ان الشخص ده مثلا شخص عاطفي. فدايما بيكون السؤال بقى مني انا، انت عايزه ايه في شريك حياتك؟ انت عايزه صفاته ايه؟ عايزه اخلاقه رايحه فين؟ اتجاه شخصيته رايح فين؟ لان بناء على كده هبدا اقول لك لا، احنا لو بقى الاطار الهندسي مثلا بتاعه على سبيل المثال، مثال اوضح شويه، لو انا بختار شريكه حياتي فمهم جدا لو انا بدور على ان حد يعني يكون عاطفي وتقدر تحتويني وتحتوي مشاكلي وتهندل لي الدنيا كده، فوانا مغمض عينيا كده يكون الوش بتاعها اطار مدور شويه زي الوش بتاعك كده، ده شبه دائري مش مدور. صحيح. اوكي. يعني النظره الاولى، الخطفه الاولى احنا هنقول بقى دي يعني إيه؟ انا بدور بقى على المشاعر والعواطف، وان هي فده الوجه المدور او الشبه دائري. يعني انت الوجه بتاعك شبه دائري. يعني انا كده ايه؟ لا كويسه جدا. اوكي. انا عايزه اعرف من فلو انا بقى بدور هعرف بعديكي برضو الاتجاه الثاني بقى، في نوع كبير من البنات بتحب يعني الوجه الدائري ده كده وجه عاطفي، دي العواطف والمشاعر مكونه في الوجه الدائري. تمام. وهنقول دليل دلوقتي برضو علشان يعني ناس كتير لما بتسمع الكلام ده مش بيقتنعوا، فاحنا هنقول برضو بالدليل. طيب لو انا بدور ان شريك حياتي يكون راجل طموح، يكون مثلاً راجل بيحب، يعني عايز يبقى عنده مستقبل، فمهم جدا يبقى اطار الوجه بتاعه زي الاستاذ احمد كده. يبقى ايه صح. ايوه. يكون واخد شكل المستطيل او شكل المربع. طيب انا عايزه شريك الحياه مثلا كريم. اعرفه ازاي؟ طيب السؤال ده حلو جدا. ايوه. وخلينا برضو نوضح حاجه مهمه، لان احنا لما بنقول ملامح معينه برضو كتير من الساده المشاهدين بياخدوا الكلام ده ستاندر على الشخص اللي قدامه. يعني مثلا لو قلت ان الشخص الكريم بيكون ليه ملامح وصفات، منها الملامح دي ان يكون الاطار الاذن بتاعه، الاذن الخارجيه دي تكون مقاربه للراس شويه كده زي الاستاذ احمد كده. برضو قلت شويه والله. بصي انا قلت شويه عشان هوضح برضه حاجه. انا هوضح برضه حاجه مهمه عشان تبقى الناس دايما فاهماها. الكرم كده الاستوديو كله معزوم بقى عند احمد النهارده. انا ممكن حضرتك كلكم بعد ما اخلص. هو فعلا طلع كريم. الحمد لله. الكرم كمان مش بس كرم فلوس، لان ناس كتير فاهمه ان الكرم او البخل ده هو كرم الاخلاق مثلا. ممكن يكون كرم في المشاعر. صح. ممكن اكون انا اوريدي عندي مشاعر بس مش بعرف اعبر عنها، فيبان ان الشخص ده بخيل في مشاعره. ممكن يكون الشخص مش بيحب يصرف لمجرد الصرف، يعني مثلا او مثلا بيصرف في الحاجه الصح قوي. صح كده. يعني مثلا على سبيل المثال في نوع من الشخصيات، ويل سميث، عشان يعني صورته معروفه لكتير. ويل سميث هنلاقي ان اطار الاذن عنده خارج لبره قوي، فالشخص ده مع الشفايف اللي فوق لو بقت رفيعه ونحيفه شويه كده، فمعناه ان الشخص ده ما بيحبش يصرف فلوسه بشكل مباشر. يعني لو هيجيب هديه لحد فمثلا طب ده بينطبق على الراجل والست الاثنين؟ بس احنا دايما بنقدر نحكم على الرجاله قوي علشان احنا بنشوف كل التفاصيل. فلو مثلا لو ويل سميث هيجيب هديه مثلا لمستر احمد، فيدور دايما على الهديه اللي هتنفعه، فممكن اجيب له قلم